صعب ادخل الموسم وانا ما معيش هالاند. الراجل ده انا شفت احصائياته اخر 3 سنين بينه وبين محمد صلاح. لقيته بصراحة ان هو متفوق على محمد صلاح في اخر 3 سنين. بس صلاح هو اللي تفوق اخر موسم اللي هو 24 25. اما 23 24 فكان هالاند جايب 272 نقطة وكان محمد صلاح جايب 236 نقطة. أما في موسم 22 23 فكان هالاند جايب حوالي تقريبا 217 نقطة وكان محمد صلاح جايب 211 نقطة. يعني بس الموسم الأخير اللي هو 24 25 اللي هو صلاح قدر يتفوق فيه على هالاند. يعني أنا شايف إن واحد زي هالاند ده يا شباب، يعني معدل التهديف بتاعه كل مباراة او خلينا كل شوط، المفروض ان الراجل كل شوط بيحرز هدف. دي مشكلتي مع هالاند وخوفي من هالاند، انا مرعوب من الراجل ده. مش ممكن اتخيل ان انا ادخل الموسم بدون هالاند لعدة اسباب. يعني انا شايف ان واحد زي هالاند ملوش بديل. يعني ايه ملوش بديل يا شباب؟ يعني راجل انا عارف ان كده كده هينافس على يعني هداف الدوري الانجليزي عافية ذوق باي طريقة. معروفة ان هالاند الموسم ده داخل بقوة ينافس على الهداف. الراجل الموسم طبعا 24 25 يعني جاب ممكن حوالي مثلا نقول 22 25 حاجة، يعني أهداف في الحدود دي. أما الموسم اللي قبليه يا شباب فهو جاب 36 هدف. قدر يحصل من خلالهم على تقريبا على 272 نقطة. الراجل ما شاء الله كان متفوق تفوق كامل، وكان تفوق على صلاح وتفوق على كل اللاعبين. عشان كده انا شايف ان واحد زي هالاند صعب ان انا ادخل من غيره التشكيله. كمان انا هالاند يعني هعوضه بمين؟ انا ما عنديش لعيبه تعوض هالاند. ايزاك الراجل خلاص خارج التشكيله تماما. واتكنز يعني ظروفه مش عارفينها، الفريق اللي معاه برضه مش الفريق مثلا مش استون فيلا هو الفريق اللي انت تقول مثلا هيحرز اهداف كتير هينافس. كمان بقيه رؤوس الحربه مش اللي هم. فانا الوحيد اللي انا بخاف منه دايما يا شباب هو هالاند. على الاقل انا معايا راس حربه ضامن انه هيحرز هدف او اتنين كل مباراه. انا ما عنديش ثقه في اي راس حربة تاني في اللعبة غير هالاند ان يحرز لي هدف كل مباراة. بصراحة انا عندي ثقة جامدة في هالاند من ضربة جزاء. بيصنع بينيات الراجل، احيانا بيحرز هدف واتنين، واحيانا بتظبط معاه. واحد زي هالاند ده ممكن تيجي تلاقيه في جولة يا شباب جايب لك 5 اهداف واربع اهداف لو ظبطت معاه. الراجل بصراحه هو ماكينه اهداف، والراجل زي ما بقول لكم هينافس على يعني هداف الدوري الانجليزي الموسم ده. علشان كده يا شباب انا خلاص انا يعني قررت ان ادخل هالاند معايا في التشكيله كاول لاعب معايا اساسي. ما ينفعش ان انا استبعده من التشكيله. وزي ما قلت لك محمد صلاح سهل ان انا اعوضه بواحد زي اكيتيكي مع جاكبو او فيرتز. اي اتنين من ليفربول هيدخلوا معايا في التشكيله هيعوضوا على طول محمد صلاح، لان هيشاركوه في نسبه الاهداف اللي هيحرزها او هيصنعها. انما هالاند انا ما عنديش البديل ليه. تاني مهاجم معايا يا شباب هو طبعا زي ما انتم شايفين كده جيوجرز اللي هو مهاجم طبعا فريق الارسنال. الراجل ده برضو مش هيقل عن هالاند كتير. انا شايفه برضو انه هيدخل مع هالاند في المنافسه على هداف الدوري، خاصه بيلعب في فريق زي الارسنال وراه اكتر من لاعب بيصنع له اهداف. يعني معاه مارتينيلي، معاه تروسارد، معاه ساكا الراجل اللي ما شاء الله يعتبر من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي. وكمان واحد زي جيوجرس كمان معايا شباب ضربات الجزاء. وانا عشان اتقي حته ضربات الجزاء دي بصراحه انا واخده هو وساكا. انا مش واخد ساكا بس علشان خايف ان جيوجرس يلعب ضربات الجزاء. انا واخد ساكا لان انا مقتنع ان افضل اتنين لاعبين في الدوري الانجليزي هم محمد صلاح رقم واحد، ساكا رقم اتنين، لان ساكا من امهر اللعيبه ومن افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي. مشكلته بس يا شباب بعض الاصابات اللي بتحصل له يعني على مدار الموسم. انما هو افضل من بالمر بمراحل. يعني انا مش عارف ليه نسبة امتلاك بالمر اعلى من ساكا. ازاي بالمر 60% وازاي ساكا 17%، مع ان ساكا افضل في كل شيء يا شباب. عشان كده انا واخد ساكا وجيوجرس معايا في التشكيله. خلينا الاول في رؤوس الحربه. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، زي ما بقول لكم انا واخد معايا رقم واحد هالاند. بعد كده رقم اتنين اللي هو جيوجرس، لان انا عارف ان الراجل ده برضه من اللعيبه اللي هتحرز اهداف كتير الموسم ده. وتالت لاعب معايا هو كيتيكي اللي واخده طبعا عشان اتقي شر محمد صلاح، بحيث يبقى معايا افضل 3 رؤوس حربه في افضل 3 فرق متوقع ان هم يحرزوا اهداف كتير. يعني هجوم السيتي وهجوم الارسنال وهجوم ليفربول يعتبر انا واخد افضل 3 رؤوس حربة في افضل 3 فرق عندهم امكانيه يحرزوا في جميع المباريات وفي كل المباريات نسبه اهداف عاليه. ولو قدر الثلاثه دول هالاند وجيوجرس وكيتيكي يعني ينافسوا على الهداف من بدايه الموسم هم الثلاثه، فده هيكون فايده ليا. هيكون يعني ان شاء الله من خلال التنافس ده انا هقدر اخد نقاط كتيره من ورا الثلاثه دول. علشان كده يا شباب انا قررت ادخل بالثلاثه دول كثلاثي رؤوس حربة. في نص الملعب
زي ما انتم شايفين كده، انا قررت رقم واحد بالنسبه لي هو ساكا. انا مقتنع بقدرات ساكا، راجل زي ما بقول لك معاه ضربات ثابته، مع ضربات الجزاء. حتى لو جيوكريس اللي هيلعب ضربات الجزاء، انا كده كده يعني بالنسبه لي الموضوع مش هيفرق. هو لعبها ساكا زي لعبها جيوكريس، هي تفرق معايا ان ساكا بس لو لعبها هياخد نقطه زياده عشان الهدف بتاعه ب5 وهيدخله في البونص، فممكن ياخد 3 نقاط. علشان كده انا يهمني ساكا اللي يلعبها، ولكن حتى لو لعبها جيوجرس فمش مشكله بالنسبه لي. الاثنين كده كده معايا في التشكيله، ولان انا كمان مقتنع بامكانيات وقدرات ساكا. زي ما بقول لك هو من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي بعد محمد صلاح مباشره. وخاصة في السنوات القادمة هو هيكون أفضل من محمد صلاح. ساكا لسه صغير في السن، ممكن عنده 24 سنة. محمد صلاح خلاص حاجة و30 سنة. فبالنسبة لي إن ساكا هو نجم المستقبل في الدوري الإنجليزي. عشان كده ما ينفعش إن أنا أبعد عن الراجل ده في الفترة الحالية، وأنا شايفه أفضل من كول بالمر في كل شيء. اللاعب التاني اللي معايا يا شباب زي ما انتم شايفين هو جاكبو. وزي ما قلت لك انا واخد جاكبو وكريتيكي عشان يعوضوا نقاط محمد صلاح. واحيانا على فكره اللي بيحرز الاهداف جاكبو وكريتيكي مش محمد صلاح، يعني مش كل مره يحرز محمد صلاح. احنا شفنا في المباراه اللي كان امام كريستال بالاس اللي احرز الاهداف كريتيكي احرز هدف. وتقريبا المدافع لفريمبونج احرز هدف. والاثنين الهدفين صنعهم فيرتس. يعني محمد صلاح ما كانش له دور في المباراه دي، عادي ممكن في مباراه ما يكونش له دور واللعيبه التانيه هي اللي تقوم بالدور ده. عشان كده يا شباب انا شايف ان يعني تعويض محمد صلاح حاجه سهله معايا في التشكيله. عشان كده انا قررت اخد جاكبو في خط الوسط مع ساكا واكيتيكي كراس حربه عشان اضمن نقاط من محمد صلاح. اللاعب الثالث اللي معايا في خط الوسط يا شباب زي ما انتم شايفين هو باكيتا. باكيتا لعدة أسباب. أول حاجة إن الراجل ده راجع يعني بمستوى مميز الموسم ده. عنده مباراة أمام ساندرلاند مباراة الافتتاح. الراجل عادي بيحرز أهداف في أي وقت. كمان الراجل عنده ما شاء الله يعني مع ضربات الجزاء. باكيتا على طول الموسم نشوفه يعمل حاجة. وبعدين أنا واخده أول مباراة بس، يعني هو سعره 6 مليون. سهلة بعد كده أشوف له حل وأجيب أي لاعب تاني ب7 مليون، بس لما أتأكد مين الأساسي 7 مليون في كل الفرق. عشان كده باكيتا معايا في مباراة الافتتاح. ممكن راجل تجيله ضربة جزاء، ممكن يخطف هدف، ممكن يطلع ببونص. فأنا شايفه يعني هو باكيتا كمان كويس، مش لاعب يعني وحش. عندك اللعيب كمان رقم 4 معايا في خط النص زي ما انتم شايفين هو أمادو ديالو. أمادو ديالو طبعا لعيب كبير. الموسم اللي فات شفناه يعني طلع بحوالي مثلا 127 نقطة 130 نقطة. الراجل ما كانش بادئ مع مانشستر أفضل حاجة، ولكن الراجل برضه ما يزال هو من أهم لعيبة مانشستر اللي بيعتمد عليه المدرب في الناحية الشمال. وخاصة إن الراجل بيجي معاه كونيا دلوقتي ومبريمو ونونو فرنانديز وناس كتيرة معاه في الفريق. على ما اظن ان دي هتسهل له حته التحركات شويه، هيكون حر شويه. يعني ممكن واحد زي اماد ديالو نشوف له اهداف اكتر من الموسم اللي فات. اللاعب طبعا يا شباب يعني هم كده يعتبر الاربعه لعيبه اللي معايا في خط الوسط دول مع 3 رؤوس حربة. هم دول اللي هيكون على فكره الاعتماد عليهم طول الموسم. هم بالنسبه لي اهم لعيبه، اللي هو طبعا ساكا، جاكبو، آه، باكيتا، امادو ديالو. يعتبر اللعيبه دي انا معتمد عليها طبعا بنسبه كبيره انها تقدر تعمل لي حاجه الموسم ده. عندك بعد كده يا شباب خط الدفاع. انا مختار 5 برضو كويسين مش تعبانين. انا قررت اعمل مجازفه في اول مباراه امام بيرلي، مدخل بيدرو بورو وفان ديفين. الاثنين مباراة سهلة، متوقع يطلع فيها كلين شيت. متوقع ان الاثنين ممكن حد فيهم يساهم يخطف هدف يصنع هدف زي ما شفناهم في مباراتهم امام باريس سان جيرمان. يعني شفنا واحد زي فان ديفين بيحرز هدف، شفنا واحد زي بيدرو بورو بيصنع هدف. شفناهم كانوا محافظين على الكلين شيت حتى الدقيقة 80. هم حتى لما لعبوا المباريات التحضيرية أغلب المباريات يعني قدروا يطلعوا كلين شيت. فعشان كده أنا شايف إن فريق زي توتنهام من أفضل الفرق دفاعيا الموسم ده. عشان كده أنا قررت أدخل بالاثنين دول على أمل إن يطلعوا كلين شيت، وواحد فيهم يخطف حاجة أو الاثنين يخطفوا حاجة. هتكون بصراحة يعني هتفرق معايا جامد في بداية الموسم. المدافع الثالث يا شباب هو أينا، طبعا مدافع نوتنغهام فورست. ما ينفعش ندخل طبعا البطولة من غير ما يكون معانا واحد زي أينا في التشكيلة. طبعا هنحتاجه طول الموسم. ما ينفعش ان احنا نبعد عنه. لازم يكون معانا كفر من دفاع نوتنغهام فورست، خاصة انهم عندهم مباراة زي برينتفورد في المباراة الاولى. سهل ان الناس دي يعني تستفيد منها. اللاعب اللي بعد كده يا شباب اللي هو او المدافع الرابع معايا زي ما انتم شايفين الحاج مالك ضيوف.
اللي هو مدافع وست هام، انا فضلته عن بيساكا. عندهم مباراه سهله مع ساندرلاند، متوقع يطلعوا كلين شيت. كمان الميزه في الملك ضيوف ان هو راجل بهجومي بيحرز اهداف، بيعمل اسيستات. الراجل بيلعب في الناحيه الهجوميه اكتر من الناحيه الدفاعيه، عشان كده انا خليته معايا في التشكيل. المدافع الاخير يا شباب، طبعا ده كنت واخد ستيف اللي هو مدافع طبعا بيرلي، ولكن لما قررت ان انا اخد الحارس المرمى فغيرت ستيف وخدت مكانه طبعا دورجو، اللي هو طبعا آه، مدافع طبعا مانشستر يونايتد. الراجل ده زي ما بقول لك هو هيكون من اهم اللاعبين الموسم ده باستثناء اول مباراه، احنا هنشوفه في مشاركات المباريات اللي بعد كده، والراجل ده هيحرز اهداف كتير، عشان كده هحط عينك عليه من دلوقتي. اتنين حراس المرمى يا شباب زي ما انتم شايفين. انا هعتمد على دوبرافكا حارس مرمى توتنهام، زي ما قلت لك الراجل عنده مباريات سهله في بدايه الموسم باستثناء مباراه مانشستر سيتي، وهعتمد معاه على دوبرافكا على اساس ان دوبرافكا عنده المباراه الثانيه. يعني انا هوقف سيلز، هوقف فيكاريو اول مباراه اللي هو حارس مرمى توتنهام، اللي هتكون امام بيرلي، والمباراه الثانيه برضو هوقف دوبرافكا، هيلعب مباراه سهله تقريبا امام ليدز يونايتد او فريق اللي هو ساندرلاند، على امل انه يقدر يطلع كلين شيت الجوله الثانيه. لكن زي ما قلت لكم يا شباب في بدايه الكلام، هالاند طبعا صعب نستغنى عنه، الحيره كلها بين هالاند وصلاح، لكن انا اتوقع ان هالاند الموسم ده هيحرز اهداف كتير. يا شباب نتمنى لكم التوفيق وربنا يسهل، وإن شاء الله لينا لقاء مع بعض بكرة لما نشوف مباراة بورنموث وليفربول هتعمل ايه، وهنشوف صلاح هيعمل ايه النهارده. ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.